ازيكم؟ النهارده هنراجع سماعات الساوند كور الار 50 اي التابعه لانكر. لو بتدور على سماعه في رينج ال 1200 جنيه اللي هم حوالي 25 دولار، فالسماعه دي ممتازه جدا. ولكن اتفرج معايا على الفيديو للاخر عشان تعرف مميزات وعيوب السماعه دي قبل ما تشتريها. اول حاجه احنا هنعمل انبوكسنج للسماعه عشان نعرف العلبه بتيجي معاها ايه. اول حاجه عندنا السماعه هنا مكتوب عليها ساوند كور، وهنلاقي الناحيه التانية هنا مكتوب عليها الار 50 اي، ومن تحت هنا هتلاقي مكتوب على العلبة انها بتقعد 30 ساعة وانها مقاومة للمية اي بي اكس 5. احنا عندنا شكل العلبة اهو من الجنب، وعندنا شكل العلبة من الظهر، وادي من الناحية التانية زي ما انت شايف كده. والعلبة بتيجي متبرشمة من فوق ومن تحت. هنفتح العلبة ونشوف جاية معاها ايه. طبعا انا فتحت العلبة قبل كده عشان اقربها وانا اوريك التجربة الكاملة، فالعلبة مفتوحة يعني. هنفتح العلبة مع بعض اهو. معانا علبة من جوه بلاستيك، عندنا كتيبات التعليم، وبيجي معاها الاير تيبس او الجلد اللي بتركب في السماعة، ودي بتيجي بالثلاث مقاسات: الميديوم والسمول واللارج. والميديوم هو اللي بيجي مع السماعة راكب عليها. وعندنا وصلة يو اس بي اي، دي اللي بتركب في المكان اللي تشحن منه زي اللاب او الشاشة زي ما احنا هنشرح بعدين. وطرف السلك التاني تايب سي، ده اللي هتوصله للسماعة عشان نشحن بيها السماعة. لما نيجي نتكلم على تصميم الانكر الار 50 اي، عندنا شكل البوكس هنا مات زي ما انت شايف، بيلم بصمات لكن قليلة، مش كتيرة، مش مزعجة. ملمس العلبة حقيقي فخم، يعني ملمسها هتعجب بيه جدا. وبيجي معاها استراب او الحزام اللي راكب فيها ده عشان ممكن تمسكه منها او تعلقه زي ميدالية كده او حاجة. ده مكان اللي بنفتح منه السماعة، ودي الناحية التانية مكان التايب سي اللي انت بتشحن منه السماعة. لما نيجي نفتح السماعة، انت بتفتحها اول مرة، وما تيجي تخرج السماعات من البوكس هتلاقي في الحتة اللي تحت دي في اللزقة صغيرة، دي تبقى تحوشها، دي بتمنع ان السماعة تشحن، فانت تخلعها عشان تشحن بقى وتستخدمها عادي يعني. اول ما تخرجها من البوكس وتخلع اللزقة هترجعها البوكس تاني، تقفل البوكس، تفتح البوكس تاني، تخرج السماعات، تشغل موبايلك، وهتلاقي اسمها ظهر وتعمل اقتران، والسماعة تشتغل عندك على الموبايل على طول يعني. نخش بقى على تجربة السماعة دي. الحقيقة ان تجربة السماعة دي ممتازة جدا في الفئة السعرية دي. عندنا الدرايف اللي جوه السماعة ده 10 مل، درايف كبير مش صغير، وبيطلع صوت قوي. وهنا السماعة هنا درجة البيز فيها عالية، وبتركز قوي على البيز زي ما هم كاتبين على العلبة بتاعتها يعني. فالناس اللي بتحب الصوت يبقى بيزي وضخم وتسمع الدبة بتاعة الآلات دي، فالصوت ده هيعجبك جدا. الكواليتي بتاعة الصوت هنا حقيقة انها كواليتي كويسة جدا، جودة الصوت محترمة، الخامة اللي بتسمعها خامة نظيفة. السماعة بتيجي بمايكين وبميزة تحسين المكالمات بالاي اي او الذكاء الاصطناعي زي ما ساوند كور بتقول. مع تجربة السماعة دي في المكالمات، انت لو قاعد في البيت، قاعد في اوضتك، المكان هادي، مفيش دوشة حواليك، جودة الصوت بالنسبة للطرف التاني انت بتتكلم هتبقى واضحة جدا، والطرف التاني هيسمعك بدون اي مشكلة. لكن لو حد معدي او في حد جنبك بيتكلم او مروحة شغالة، طبعا كل الاصوات دي هتطلع، لان المايك هنا بياخد طبقة عريضة من الصوت وهيطلع اي صوت تاني معاك حواليك. وعن تجربة المكالمات في الشارع او في مكان دوشة ومكان عام، طبعا الطرف التاني هيسمعك ولكن هيتعب وهيعاني عشان يسمعك، لان صوت الدوشه اللي حواليك الحقيقه ان هو بيبقى اعلى من صوتك انت نفسه. الار 50 اي دعم لتطبيق ساوند كور، تطبيق بتنزله على الموبايل وبتتحكم بيه بالسماعه. عندك تقريبا حوالي 22 بروفايل مختلفين تقدر تتنقل ما بينهم حسب انت عايز الصوت يبقى تريبل اكتر ولا بيز، مايل للموسيقى، ولا عايز تسمع بأصوات بني آدمين. وتقدر كمان هنا تعدل ايكولايزر على مزاجك وتعمل مود خاص بيك انت لو انت بتفهم في الحتة دي يعني. في التطبيق هنا بيفتح لك تحكمات كتيرة، فهتلاقي المود اللي يعجبك حسب انت عايز الصوت يبقى عامل ازاي، فما تقلقش من الحتة دي. التطبيق برضو تقدر تغير منه اللمسات اللي جاية بيها السماعة او اللمسات بتاعة التحكم، تقدر تغير اللمسات دي او تخلي اللمسة دي تغيرها تعمل حاجة تانية. وبالمناسبة انت بتلمس لمسة على اليمين بتعلي الصوت، لمسة على الشمال بتوطي الصوت. ولو انت شغل موسيقى او فيلم، ضغطتين على اليمين بتثبت، ضغطتين برضو على اليمين بترجع تشغل الفيلم او التراك اللي انت مشغله. اما ضغطتين على السماعة الشمال
فبتشغل لك المساعد الشخصي اللي هو جوجل اسيستنت او جيميناي. اما لمسه طويله شويه على الفرده اليمين فبتجيب التراك اللي بعده، لمسه على الشمال بتجيب التراك اللي قبله. نقطه مهمه هنا، انت بتعلي الصوت او بتوطيه، الصوت اللي انت بتتفرج عليه بيقف، بيجي صوت في ودانك، صوت بيب كده، بعدين الصوت يرجع يعلى تاني، ففي ثانيتين كده بيضيعوا اللي انت بتتفرج عليه. السماعات بتقعد 30 ساعة مع البوكس، والسماعات نفسها بتشتغل 10 ساعات. وعندك هنا لو السماعة فصلت خالص في ودانك وحطيتها في البوكس بتاعها لمدة 10 دقايق تقدر تستخدمها لمدة ساعتين، فدي ميزة مهمة جدا. انت لو مشغل السماعة على 50-60% هتقعد معاك بدل 10 ساعات هتقعد حوالي 8 ساعات تقريبا، وانت لو مشغل الصوت على اعلى من كده فممكن تقعد معاك 6 ساعات بس. برضو دي مدة بطارية كويسة جدا، وهي حقيقة بتقعد معاك لاخر اليوم بدون اي مشكلة، انت مش هتعاني يعني معاها في البطارية. فلا الحقيقة هنا البطارية بتاعتها كويسة جدا. السماعة هنا مفيهاش السنسور اللي انت اول ما تفتح البوكس تربط على الموبايل لوحديها، لا انت لازم تروح على الموبايل وتطلبها انت او تقفلها من الموبايل. وما فيهاش السنسور اللي انت اول ما تخلع السماعات من ودانك توقف التراك اللي انت مشغله واول ما ترجعها تاني التراك يشتغل، السنسور ده مش موجود هنا برضه. بس الحاجات دي مش عيوب في السماعه، انا قلت بس اقولها لك لو انت بتهمك الحاجات دي فهي مش موجوده هنا. لما نروح لعيوب السماعه دي، حقيقة ان السماعه هنا برغم ان صوتها كويس وكل حاجه وخامتها زي الفل، ولكن في عيب هنا ان السماعه هنا فيها ديلي، فيها تاخير واضح. لو انت بتلعب، لو انت محترف وانت جيمر، فالسماعه دي مش ليك ولا اي سماعه بلوتوث. صدقني انت هتريح دماغك وتروح تجيب لك سماعه سلك بالثمن ده، سماعه نظيفه هتريحك جدا في الالعاب، فروح هات سماعه سلك، روح هات سماعه سلك. اما عن تجربه المشاهده هنا، فانت بتتفرج على الفيلم برضو في تاخير في الصوت عن الصوره، ولكن مش تاخير كبير، يعني الموضوع هنا مش مصيبه مش ازمه، بس انا قلت اقول لك عليه. تاني عيب معانا الراحه. حين السماعه دي مش مريحه تماما انت وحاططها في ودانك، بمجرد ما تحطها في ودانك 10 دقايق ربع ساعه تحس ان ودانك خلاص وجعتك. هي كبيره، حجمها كبير في الودن، فضغط على ودنك ممكن بعد نص ساعة أو ساعة تحس إن في صداع في دماغك ودانك وجعتك ومش قادر، فهتحتاج تخلعها كده وتفصل لك رباية عشان تقدر تكمل مع السماعة دي. بس طبعا الناس اللي متعودة على الايربودز أو السماعات اللي فيها جلدة ملهاش دعوة بالكلام ده، الناس دي تستخدم السماعات دي بدون أي مشكلة ومرتاحين عليها. لو أنت واحد مستخدم حاجة قبل كده ومتعود فغالبا يعني مش هتواجه مشكلة كبيرة أوي يعني معاها. بس صدقني برضو أنت حتى لو متعود فهي يعني مش مريحة أوي، يعني مش مريح بس تعدي مش مصيبة برضو. لكن لو مش متعود على الجلدة او الاير تيبس دي يعني متعبة شوية. نروح بقى لمميزات السماعة. اهم ميزة عندنا هنا في السماعة واللي انت لازم تروح تشتري السماعة دي عشانها جودة الصوت. حقيقة ان جودة الصوت هنا محترمة زي ما انا قلت لك وشرحت لك، فانت هتنبسط جدا من جودة الصوت. وطبعا سماعة فأهم حاجة صوتها، فسيبك انت بقى من السنسور اللي بيقفل وبيفتح وتخلع من ودانك انت عايز سماعة يعني صوت، فالصوت هنا 10/10 فهتنبسط بيها. تاني ميزة معانا ان البوكس شكله نضيف، شكله كده مط وفخم، ومعانا الحزام اللي شكله شيك ده. والمايكات هنا حقيقة مايكات كويسة جودتها حلوة في الأماكن الهادية، أما في الدوشة المايكات دي مش أحسن حاجة. الحقيقة إن ده مش عيب لأن دي سماعة فيها اقتصادية فئة 1200 جنيه. والسماعة معانا بتيجي بضمان اتصال لمدة 18 شهر، وفي منها نسخة ضمان دولي زي اللي معايا دي هتلاقيها على أمازون وعلى نون، فسواء هتشتري النسخة دي أو النسخة دي فالاتنين كويسين يعني. بس فالخلاصة لو بتدور على سماعة فئة 1200 جنيه وأهم حاجة بالنسبة لك جودة الصوت، اختار السماعة دي على طول. وبس كده خلصنا المراجعة بتاعتنا النهاردة، هشوفك في فيديو جديد، مع السلامة.